في أقل من 10 دقايق هتتعلم إزاي تعمل حساب إعلاني وتعمل أول إعلان ممول خاص بيك. في فيديو النهاردة إن شاء الله هتعرف تعمل حساب إعلاني على منصة سناب شات. طبعا الفيديو ده تكملة لكورس الحسابات أو الإعلانات الممولة على منصة سناب شات. في فيديو نزل إزاي تعمل إعلان ممول من الصفر للاحتراف، وهسيب لك لينك الفيديو ده أسفل الوصف. بس قبل ما نروح للشرح يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فيك علما إنك أنت العليم الحكيم. طبعا في فيديو نزل على القناة، فيديو الإعلانات الممولة على سناب شات. ده أول فيديو في كورس الإعلانات الممولة، وده الفيديو ده تكملة للفيديو السابق. طيب الفيديو اللي فات لو حابب تعرف بس يا ريت تتفرج على الفيديو اللي فات في الأول، بعد كده تيجي تكمل الفيديو ده، لأن دول تكملة. زي ما قلت الكورس بتبقى الحلقات مكملة لبعضها. طيب زي ما قلنا ان انت بتعمل حساب على سناب شات. طبعا اي حساب بيبقى او اي حساب اعلاني بيتفتح لازم ينزل فيه حساب او معرف حساب اعلاني. طيب لو انا ميديا باينج او ميديا باير مش هينفع اشتغل بحساب او احط شغلي كله في حساب اعلاني واحد، لا، لازم يبقى عندي حسابات تانية كتير. طيب لو دخلنا الاول على طرق الدفع، تمام. طبعا انا مش ضايف طرق دفع. لو ضايف حضرتك طرق دفع هنا بتبقى ظاهرة، تمام. بتخش على طرق دفع او اضافة طريقة دفع، متاح عندك بطاقة الائتمان او الفيزا كارد. طبعا ما بتدعمش اي فيزا وخلاص، لا دي محتاجة الماستر كارد. طيب بتيجي على الباي بال. اظن في ناس كتير عندها حسابات باي بال، تقدر تربط آه، الحساب بتاعك من حساب باي بال. وتقديم بطلب الحصول على قرض، دي بتبقى رابط رقم الحساب الخاص بيك، وبتقدم طلب قرض او زي سلفة من منصة سناب شات، وبتتخصم طبعا منك بعد كده. طبعا الدفع المسبق دي برضو تقدر نفس فكرة الحصول على قرض، تقدر تربط او تختار حساب الاعلان. طيب انا ضفت وليكن اي طريقة دفع وخلاص. طيب اعمل الحساب الاعلان ازاي، اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة. هتخش على حسابات الاعلانات، وطبعا دي او الحساب ده طبعا نازل اوتوماتيك بعد ما بتعمل، او بينزل لك الحساب ده اوتوماتيك بعد ما بتعمل حساب على الادز مانجر الخاص بسناب شات. طيب بتضغط على حساب اعلاني جديد، بيفتح معاك بالشكل ده كده. طيب بيسألك تفاصيل المعلن. طبعا هل لو دي وكالة، عندك وكالة، ولا حساب الإعلانات ده عن السكن والائتمان والتوظيف؟ لا طبعا. لو خاص بالسياسة طبعا في بيسألك على طبعا حاجات كتيرة الخاصة بالإعلان الحساب الإعلاني. طيب انت بتختار لا، لن يتم استخدام هذا الحساب او هذا الحساب الاعلانات السياسية. للاعلانات السياسية بتضغط عليها. طيب وبتضغط على تفاصيل الحساب، بيفتح معاك بالشكل ده كده. دي او تقدر دي اسم حساب الاعلان، بتكتب اسم الحساب بتاع الاعلان الخاص بيك اللي هيظهر. طيب نوع الفوترة تقدر تختار دوار او ترتيب الادخال، طبعا تخليها دوار. ومركز الفوترة اللي هو البراند او اسم الخاص بيك. وتخش منطقة الإعلان. طبعا سواء كان المتجر الخاص بيك أو البريد الإلكتروني، تختار اللي انت عايزه. والعملة بتختارها على حسب ما متاح معاك. طبعا متاح دولار واسترليني والدولار الاسترالي وريولو، طبعا مفيش بالجنيه المصري، طبعا كله بيتعامل بالدولار الأمريكي.
وتختار المنطقة الزمنية اللي هي أفريقيا والقاهرة لو ساكن في مصر، أو على حسب المنطقة اللي ساكن فيها. طبعا بتضغط على تفاصيل الحساب، نكتب اسم الحساب عشان نخش على المرحلة اللي جاية. طيب، تضغط على تفاصيل الحساب، بيفتح معاك البايمنت ميثود أو طريقة الدفع. طيب، لو عندك طريقة دفع طبعا موجودة على الحساب الإعلاني التاني الأولاني، يعني تقدر تستخدمها. لو مش عايز تعمل طريقة دفع تانية، لو عايز تعمل طريقة دفع تانية طبعا بتضغط على إنشاء طريقة دفع جديدة. طبعا بتدوس استخدام طريقة الدفع الحالية، بيربطها دايركت بالفيزا اللي مربوطة بالحساب الإعلاني. طبعا لو ضغطت على إنشاء طريقة دفع بتكتب كل الحاجة الخاصة بيك، وبتدوس على تفاصيل الحساب. بعد ما بتضغط على تفاصيل الحساب وتضيف طريقة الدفع بيظهر لك الأعضاء. طبعا دي مش إجباري، تقدر لو عندك عضو عايز يتحكم في تفاصيل الحساب تقدر تختار العضو ده وتخليه، وبعد ما تضغط تدوس إضافة عضو جديد. كده انت عندك بقى، او اصبح عندك حساب اعلاني. بص، بيتضاف معاك تاني كده، اصبح عندك حساب اعلاني تاني، وبكده تقدر تستخدمه في، او انك تعمل من خلاله اعلان ممول على سناب شات. طبعا سبق وقلت لك ان لو انت ميديا باير او مسوق الكتروني، ما ينفعش تشتغل بحساب اعلاني واحد، لازم يكون عندك حسابات اعلانية كتيرة بحيث ترتب شغلك وما تلخبطش او تدخل الاعلانات كلها في بعض. بس كده كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ويا رب تكون استفدت. ولو استفدت متنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندك أي سؤال تسيبه لنا تحت في الكومنتات، وإن شاء الله هرد عليك. والسلام عليكم.